السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو، وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير. ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناة وديروا لايك باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. اللي جداد على القناة واللي قدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وشكرا على المشاهدة. بسم الله. انا عندي هنايا البقايا ديال الخضار اللي كتبقى عندي هكا في اخر الاسبوع، وغادي نوجدها بحال هكا. غادي نطيبها، غادي نطيبها في الفران، وكتجي رائعه وكتجي يعني ريجيم وكتجي صحيه وصيفيه اكثر. بسم الله. هنا بعد ما صوبت البطاطا قطعتها هكا مرصوات شويه كبار، كنخليهم شويه هكا غلاض. غسلتها ونقيتها، وغنعاود دابا نغسلها مزيان حتى كيحيد من هذاك النشا، وكنخليها هكا كتسقطر. كنجيب الدنجال حتى هو كيف ما شفتوا معايا، راه عندي الدنجال بحال هكا شيط في الثلاجه ديال اخر الاسبوع، ماشي جديد ولكن هكا كنقيه. كنحيد له النص ديال القشره والنص كنخليه، وكنقطعو هكا على شكل مائل. حتى هو غادي نديرو بحال هكا بعد ما غسلته مزيان ونقيته. كنخليه هكا طريفات شويه كبار. غادي نديرو في واحد الاناء، وغادي نرش عليه شويه ديال الملحه وكنخليه على جنب. وغادي نقطع القرعه حتى هي. انا شاطت لي هاد القرعه من الكسكسو ديال الجمعه، وكنخليها بحال هكا. كنحطها في باب الثلاجه في واحد البلاستيكه ونقيتها. غادي نقطعها هكا مرصوات كبار، لان هي القرعه دغيا كطيب، وراها كطيب بحال هكا في الفران كتولي طيبه بحال المخ، كتجي لذيذه. وغادي نتبلها بواحد التتبيله اللي رائعه. صافي بعد ما قطعتها هكا مرصوات كبار كنعاودوها في الغسيل وكنحطها على جنب. كندير حبه ديال البصله. انا ضروري ما كندخل هكا البصله بحال هكا في الخضره مشويه، لان حتى هي صحيه. كنقطعها هكا مرصوات حتى هي غلاض. وغادي نجيب واحد الاناء كندير زيت البلديه، واحد 3 المعالق او 4 المعالق كبار ديال زيت البلديه، وغادي نضيف عليهم شويه الملحه. كنزيد شويه ديال الملحه بحال هكا على حسب الخضر، عندي شويه كثيره. كندير شويه الفلفل الاسود او الابزار، واحد راس المعلقه. وكندير الزعتر. تقدروا ديروا هكا الزعتر او ديروا ازير حتى هو كيجي لذيذ. انا ما موجودش عندي ازير، هنا درت الزعتر. هاد الوصفه كيجي فيها ازير او الزعتر، يعني كيجي لذيذ فيها. هنايا درت كميشه هكا ديال الزعتر لان عندي الخضره شويه كثيره. وكنخلطها مزيان حتى كتخلط مع زيت البلديه او زيت الزيتون. صافي. وغادي نبدا هكا نحط فيها القرعه بحال هكا. كنلبس هاد القريعه، انا كنخدم هكا بيدي، كنلبس القرعه بهاد التتبيله. صافي. وكنستفها هكا في اللاطه. انا هنا اللاطه مفرشه ليها الورق ديال الطبخ او ديال الزبده. نقدروا ندهنوها بشويه ديال الزيت اللاطه ونديرو هكا نيشان، كنديروها هكا في اللاطه. غادي نجيب البصله حتى هي كنلبسها. ولا خصنا شويه الزيت كنزيدو شويه الزيت البلديه. كنحطها في الجنب حتى هي. كنجيب الدنجال حتى هو بحال هكا، يعني اسهل اكله. وبحال هكا كتبقى عندنا الخضره كنستافدوا منها، ما تلوحوهاش. يعني راه نطيبوها كنطيوها هكا في الفران وكناكلوها ريجيم وخفيفه. وبحال هكا نديرو بها حتى هكا سندويتشات بحال هكا للدراري بحال هكا في العشيه. المهم ما تنضيعوهاش. كنزيد نستف هكا الدنجال او الباذنجان حتى كنكمل الكميه اللي عندنا. هنا غادي تبقى عندنا البطاطا، خصني نزيدها شويه ديال الزيت. عندنا البطاطا هنايا بعد ما تسقط راس مزيان من الماء.
كندير واحد 2 معالق ديال زيت البلديه او زيت الزيتون، وكندير شويه ديال الملحه لان ما ملحتهاش في الاول. كندير شويه ديال الفلفل الاسود. هنا بعد ما كنلبسها بحال هكا بالفلفل الاسود وبهذا، كندير واحد المعلقه ديال نشا الذره. الا ما عندناش كنديروا معلقه ديال الفورص او الدقيق الابيض، وكنزيد نلبسها بحال هكا. كتجي فيها واحد التقرميشه وكتحمر هكا في الفران. غادي نضيفها هكا في اللاطه بعد ما درت بحال هكا الخضار الاخرى اللي عندنا صافي، وكنستفها لان ما كنخليوش وحده فوق وحده باش كطيب لينا هكا البطاطا مقاده. صافي انا استفت الخضار بحال هكا. غادي ندخلها للفران على درجه الحراره 200. انا عندي هنايا ديال الضو، ولا عندكم ديال الغاز كتطلعوها الفوق حتى كتبدا طيب وكتهبطوها لتحت كتحمر. صافي وغادي نجيب واحد الحبه ديال الفلفله. انا عندي هنايا الفلفله خضراء وكنقطعها هكا طريفات صغار مرصوات. غنديروا واحد لاصوص اللي باش غادي نرافقوا هاد الخضار او شرموله. كتجي رائعه وكتجي لذيذه. بعد ما كنقطع الفلفله حتى كنكمل الفلفله اللي عندنا، غادي نجيب نص حبه ديال البصله كنرافقها بها، كنقطعها هكا رقيقه. عندي هنايا البصله الحمراء، نقدروا نديروا حتى البصله بيضاء. صافي غادي نزيدها هكا على الفلفله، وغادي ندير 2 فصوص ديال الثوم. واللي كيبغي هكا الثومه كثيره يقدر يدير حتى ل4 الفصوص. انا كنكتفي ب2 فصوص ديال الثوم باش ما كتجيش مجهده. صافي كنحكهم. غنجيب واحد المقله غادي نضيف فيها بحال هكا الثومه والبصله والفلفله الخضراء. كندير شويه ديال الزيت نباتيه، شويه الملحه، البابريكا او التحميره، القزبر يابس، الكمون، الابزار او الفلفل الاسود، الكركم او الخرقوم البلدي. صافي وكنخلطها بحال هكا حتى كتخلط لينا مزيان. وغادي نحطها فوق البوطه كتشحر. كنغطيها هكا بواحد الغلاقه وكنخليها كتشحر. هنا راه عندي 3 الحبات ديال الخيزو او الجزر اللي غسلتهم وقشرتهم ودرتهم في يعني تسلقوا. درتهم في واحد الكوكوط خليتهم كيتسلقوا. الفلفله هكا بدات كطيب وبدات كتدبال بحال هكا على عافيه اللي كتكون شويه مهيله. وكنزيد هاد الخيزو بعد ما قطعته كيف ما قلت لكم وطيبته. ما طيبتوش طيبه كامله، غادي يكمل الطياب ديالو هنا. حتى هو راه كيجي مع الفلفله والبصله كيجي رائع وجربوه وكيجي لذيذ. كنخلطها غادي نعاود نغطي عليها وكنخليها بحال هكا كطيب على عافيه مهيله حتى كطيب لنا الفلفله. كنجيب شويه ديال الزيتون. انا ما عنديش الزيتون مقطع، كنقطع هاد الزيتون هكا بالعظم كنقطعو بحال هكا. كنستمر على هاد شويه ديال الزيتون حتى كيتقطع كيعطي واحد النسمه لذيذه مع خيزو. وغادي نجيب هكا واحد المرصو ديال الحامض مصير. كندير ربع راه كافي. شويه القزبر المعدنوس، تنغلبو هكا المعدنوس على القزبر وكنرقو هكا. صافي وغادي نضيفهم هكا على الاكله ديالنا. راه طابت، نتوما شفتوا معايا كيفاش كتجي. كنضيف القزبر والمعدنوس ولكن انا طفيت هكا طفيت البوطه. صافي وكنحركهم وكنسد عليها كترتاح بحال هكا.
علين ما جبدنا اللاطه ديالنا هكا من الفران. واكله بلا لحم، بلا يعني بلا لحم بلا دجاج، كتجي اكله لذيذه، وجبه ديال الغداء اللي كامله متكامله ولذيذه، كتجي صحيه اكثر. بحال هكا صحاب الريجيم اللي ما كيبغيوش الدهنيات، ما كيبغيوش اللحوم الدجاج، راه عطا الله ما يدار. الدنجال ديالنا طيب وكيجي لذيذ. نتوما شفتوا معايا راه كيجي من اروع ما يكون. انا كنذوق هنايا كناكل، يعني هذا صحيه اكله ما كنخافش منها. القرعه ديالنا طيبه، البطاطا حتى هي راه طيبه ومحمره. صافي غادي نجيب واحد الصحن وكنحط الاكله ديالنا. بعد ما حطيت من الخضر هكا مشويه، كنرافقها بهاد لاصوص بحال هكا او الشرموله اللي كتجي لذيذه. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد، وديروا لايك للفيديو. اللي جداد على القناه واللي قدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، وشكرا على التعاليق، وشكرا على اللايكات اللي كديروا ليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.